وجاء محمود أحمد عبر رحلة طويلة استغرقت 7 أيام ليؤسس بذلك أول مطعم في الظهران. هذا المطعم لا يزال صامد صحيح. حتى هذه اللحظة. بالتأكيد طبعا يا علي، هذا الرجل يعد شاهد على التغيرات التي طالت المدن السعودية ونوعية حتى الحياة فيها. نتحدث هنا عن نصف قرن من الزمان، كيف كان الوضع وكيف هي التغييرات اللي طالت الأماكن في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في المكان اللي هو كان فيها. صحيح. يلا خلينا نشوف. هنا الظهران قبل نصف قرن. هنا أيضا رجل جاء كمئات الألوف من السعوديين لتحقيق أحلامه. أسس أول مطعم في هذه المدينة لا يزال صامدا على ناصية طريق بقيق شريان المنطقة الشرقية في السبعينات. 70 واجد، كان 70 واجد أكثر من الحين 77، لأن الخط الوحيد هو، ما في خط ثاني. بعدين هنا كان في البترمين، كان هنا في بترمين تعبئة الوايتات حق الديزل والبنزين، هنا بترمين وعالم كثير هنا، والناس اللي ماشي في الطريق هذا اللي رايح جميع الخطوط هذا خط واحد، ما في خط ثاني. كانت الظهران في الستينات والسبعينات هي أرض الأحلام لكثير من الشباب السعودي. العم محمود أحد هؤلاء الذين قدم إلى الظهران صفر اليدين، لكنه اليوم أصبح مالك أشهر مطعم وأكثرها قدما. كان كل شيء مختلفا في الظهران، يفد إليها الباحثون عن العمل من كل مكان في العالم. في مطلع السبعينات رفض محمود العمل في شركات النفط وقرر أن يستمر في الأعمال الحرة على الرغم من المغريات. أنا إيش اللي وديني وظيفة حكومية وعند الناس يشتغل عندي، أنا أشتغل على الناس. أنا الناس يشتغل عندي، ما أروح أشتغل عند الناس. أنا بعد ما فتحت المطعم وظفت الناس. ذاك الأيام لما نشتغل مثلا كان حبة دقاق ب5 ريال ونص، حبة ريالين ونص، وكوب شاي 4 قروش. ارتفعت الأجور وتضخمت الأسعار، وأصبح هذا المطعم معلماً ووجهة رئيسية للموظفين في هذه المدينة ولطلاب الجامعات. طبعاً المطعم سمعته قديمة، يعني سامع فيه من قبل. أنا صار لي شغال في الظهران تقريباً 2 سنين ونص، يعني بعض الأحيان إذا كنت بتغدى برا على طول